السلام عليكم ومرحبا بكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كيما راكم تشوفوا اليوم جيت نطلع لكم طبق اقتصادي سهل التحضير بالخفيف. جيت لكم جيت نشارك معكم سباغيتي مع هاد البرد، على بالي ما كاش اللي ما يحبهاش، يحبوها الكبار والصغار. جبتها لكم بلا دجاج وبلا لحم وبلا طون، وتجي بزاف بنينه ومع الاسرار تاعها هكا باش ما تعجن لكمش كامل. هنا كما شفتوا اول حاجه كنت في الطنجره ديالي كنت درت كميه من الماء، خليته حتى غلا. كي غلا ضفت عليه شويه تاع الملح وواحد زوج مغارف حتى ثلاثه تاع الزيت، وندير هذاك سباغيتي ديالي. انا كنت قسمته على زوج على جال ولادي هكا باش يقدروا ياكلوه، ونخليه حتى يغلي لي هذاك سباغيتي، ما نخلوش يطول بزاف. من جهه واحده اخرى جيت نوجد لاصوص ديالي. هنا في الطنجره كنت درت كميه مليحه من الزيت، ضفت عليها نص راس تاع الثوم. انا الثوم اللي كان عندي الحبه كبيره، اذا كانت الحبه صغيره ديروا راس كومبلي، مي كي ديروا باكيتان كومبلي تاع سباغيتي. ضفت عليها مغرفه كبيره طوماطيش تاع الباطا، وخليت كلش يتقلى فوق النار. وندير شويه ما باش ما يتحرقليش الثوم. بعد ما تقلى لي كلش مليح، انا هنا كنت ضفت 4 مغارف كبار طوماطيش. انا كنت خدمتها في الدار، اللي ما تكونش عندها دير زوج حبات طوماطيش كبار ترحيهم. وزت لي زيبيس، درت الملح، درت فلفل كحل، ندير شويه فلفل عكري، وندير تان راس الحانوت. كيما تقدروا تان ديروا الكركم، راح يمدلها لون تانيك بزاف شباب. ونديرو تان الرند اللي يكون عندها، انا الصراحه ما كانش متوفر عندي. نخلط كلش ونعاود نرجعها فوق النار حتى تقلالي مليح. واكيد اللي دير طوماطيش حب لازم تخليها حتى طيب لها مليح مليح. من جهه واحده اخرى بعد ما تقلالي كلش مليح، هنا جيت نضيف كميه من المعدنوس اللي راح يمد لها بنه بزاف هايله. وزدت معاها قطعه هكا من الفرماج، درت مورسو. كيما راكم تشوفوا الفرماج اختياري، تحبوا ديروا فرماج مثلثات كيما تحبوا، وتقدروا تان ما ديروش. بعد ما تقلى لي تان كلش مليح وداب لي شويه هذاك الفرماج، هنا جيت نمرق بالماء اللي غلات فيه سباغيتي. نعاود نرجعها فوق النار كي تبدا تغلي لي لاصوص. هنايا نجي ندير لها السباغيتي اللي كنا غليناه وشللناه بالماء بارد. هنا ضروري سباغيتي نشلوه بالماء بارد هكذا باش ما يتعجلناش ويجي مزربع كيما راكم تشوفوا. كي نخلوه في الماء هذاك يغلي ديالو ونخلوه هكذاك، راح يكمل الطياب تاعو بعد ما نحوه. مي كي نديرولو الماء بارد السباغيتي راح يحبس من الطياب تاعو وما راحش يتعجل لنا كامل. كيما راكم تشوفوا هنا خلطت كامل سباغيتي مع هذيك لاصوص، ونروح نقص للنار كامل ونعاود نرجع السباغيتي ديالي ونخليها حتى تتجمر. وهذه هي السباغيتي ديالي بعد ما وجدت. هنا جيت نسقيها معاكم كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه تجي مزربعه. وهنا سمحوا لي على الاضاءه. كيما راكم تشوفوا خياتي تجي بزاف بنينه، على بالكم طبق سهل وسريع ويوالم في الشتا. هنا كنت زينتها بشويه تاع المعدنوس. وكانت هذه هي الوصفه تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي جيم كومونتير، واللي كانت مازال ما اشتركت في القناه نقول لك اشتركي وفعلي الجرس هكا باش يلحقك كامل جديد. ونتلاقى في فيديو اخر، والسلام.